بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا يا ولاد، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه عمل التليليتشر اللي هي ايه. تورته، يعني تعتبر اسمها تورته اللوتز. عشان بس في ناس ايه يعني مش بتعرف تقول الاسم بتاعها، فاحنا نخليها ايه تورته اللوتز. انا عن نفسي لما كنت بروح اشتريها يا ولاد كنت بقول له انا عايزه تورته اللوتز. تمام. بصوا حبايب قلبي، اللي هي رق واحد، كنت بقول له كده. على فكره كنت دايما اشتريها من عند العبد، والله كان بيعملها تحفه بصراحه، بس من زمان يعني. بصوا حبايب قلبي، هنا انا معايا نص كيلو من دي الاسبونج يا ولاد. تمام. وحطيت عليه 4 بيضات، نص كيلو من دي، المفروض 6 بيضات بس انا مش هحط الستة، كتير قوي. فبصوا انا حطيت 4، انت حابه تحطي الستة براحتك. بصوا حبايبي، وحطيت نص كوبايه من الميه ومعلقه من محسن التورته، بس كده. هنا طبعا هنظبط ورقه. بصوا ورقه الزبده هنقصها على قد القاع بتاع الصينيه عشان نحط عليها العجينه، عشان لما نيجي نقلبها تتقلب معانا بسهوله. تمام. بص حبايبي، بصوا اهو هنحط السهم كده على نص الصينيه بالظبط في النص، وهنقص لحد الحرف، هتطلع معاكي ان شاء الله مظبوطه بالشكل ده كده يا ولاد اهو. هتطبقي الورقه كده كانك بتعملي مروحه كده، سمبوكسه كده، وهتقصيها. تمام اهو بالشكل ده كده. وهندهن بقى ايه الحواف بتاعه الصينيه، وهندهن الصينيه من تحت عشان الورقه برضو تبقى ثابته معانا. وهدهن ورقه الزبده نفسها عشان تطلع معاكي بسهوله كده، ما تبقاش لازقه في العجينه وانت بتطلعيها، ما تلزقش معاكي ايه في الاسفنج نفسه. بص يا حبايبي اهو بالطريقه دي كده انا دهنت كده، وهدهن بقى الحواف كلها. ومعانا طبعا العجان شغال زي ما قلنا، حطينا نص كيلو من سبونج دقيق الاسبونج، و4 بيضات فانيليا، نص كوبايه من الميه، معلقه من المحسن، بس كده. ده كل الموضوع. خلاص تمام. بصوا القوام معانا، بسم الله ما شاء الله يا ولاد، بسم الله ما شاء الله. شايفين قوام العجينه زي الفل معاكي اهي، مش هتعملي اي حاجه خالص. هو زي ما قلنا كده، نص كيلو دقيق اسبونج، 4 بيضات، شويه فانيليا، حطينا نص كوبايه من الميه تكون ساقعه متلجه من التلاجة يعني، احنا دلوقتي الجو ساقع اصلا، ومعلقه محسن، بس كده. هتحطي كل ده مع بعضه في وقت واحد، وتشغلي عليهم العجان، او لو هتعملي في المضرب العادي هتحطيهم في طبق العجن بتاعك، وهتضربي بالمضرب بتاعك لحد ما يديك القوام ده، بس كده. ومعايا الصينيه هنا دي مقاس 24، لان انا يا جماعه مش عايزاها عاليه. طبعا هي كده قليل على ال 24، بس انا مش عايزاها عاليه، انا عايزاها كده. وكمان هشيل منها رق كمان ايه، يعني هبقى اعمل منه اي حاجه تانية بعدين، ممكن ادخله في تورته ولا حاجه. بصوا حبايبي، هنا حطيت بقى ايه الكريمه. حطيت كوبايه من الكريم شانتيه، حطيت كوبايتين قصدي كريمه، وحطيت ربع كوبايه من الباستري كريم. اتخفقوا مع بعض كويس، او حطيت معلقتين من السكر، اتخفقوا مع بعض كويس قوي. بعد كده نزلت عليهم بزبدة اللوتس، بس بعد ما عملت ايه، بعد ما الكريمة اتخفقت الاول، الكريمة اتضربت معاكي وعليت معاكي، خلاص حطي الزبدة بتاعتك. هنا بنشيل بقى ورقة الزبدة اهو اللي احنا كنا حاطينها، وهبدأ بقى ايه هقطعها. انا قطعتها يا ولاد بالمنشار الحلواني، قطعتها على 3، خليت معايا جزئين بس عشان انا مش عايزاها عالية، او مش عايزة اكتر من كده. والجزء التالت هخليه يبقى ادخله في اي تورتايه. تمام. بلفه بستريتش يا ولاد واحطه في التلاجة، مش هيجرى اي حاجه، يقعد معاكي اسبوع زي الفل، يقعد اكتر من كده كمان. بصوا حبايبي، هنا دي الكريمه اللي احنا عملناها. طبعا قلنا ايه، كوبايتين من الكريمه، ربع كوبايه من الباستري كريم عشان يظبط لك القوام، وحطيت كوبايتين من الميه المتلجه، بس كده. ادي كل الموضوع. احتجت شويه ميه صغيرين، حسيت الكريمه تقيله قوي، حطيت شويه صغيرين. بعد ما اتخفقت نزلت بزبده اللوتز، ضربتهم ضربه كمان برضه، شغلت عليهم العجان وخلاص، واخدت منهم كده زي ما انتم شايفين كده، حطيت في قرطاس الحلواني وشغاله بيه زي ما انتم شايفين كده يا ولاد. بصوا هنا خلي بالكم يا ولاد، التورتايه اصلا الكيكه اصلا انا مطلعاها من الفرن، اشتغلت فيها والله بعد ما خرجت من الفرن، يعني قعدت حوالي 5 دقايق واشتغلت فيها، فكانت لسه سخنه، فوانا بشيلها اتقسمت مني 2 بعد ما قطعتها يعني. فعادي مفيش اي مشكله خالص، كل ده ولا في اي مشكله. انا بس ايه كده ايه زي ما قلنا كده، معايا شويه من الحليب، زودتهم شويه من اللبن، وحطيت عليهم معلقتين من السكر عشان انا مش عايزه طعم الحليب فيها قوي. تمام. بصوا هسقي بيها كده، سقينا لتحت وسقينا فوق، وهنحط برضو ايه كريمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي. بس على فكره يا جماعه،
تورته اللوتس دي تحفه يا ولاد والله. بصوا من الحاجات اللي انا بموت فيها بصراحه، جميله جدا، كله بيحبها والولاد كلها بيحبوها، يعني طعمها جميل جدا. بصوا يا حبايبي، هنملى الفراغات دي كلها كده بقى. حطي كريمه بقى براحتك، بتحبي الكريمه بتاعتك خفيفه ما تكتريش كريمه، بتحبيها اديها كريمه زي ما انت عايزه براحتك بقى. ومعايا يا ولاد بقى بسكوت اللوتس، انا كنت جايبه نص كيلو من بسكوت اللوتس، عملت نص وعملت بيه زبده اللوتس، والنص التاني انا كسرته وهحطه على الوش دلوقتي هتشوفوه. وكان عندي بسكوت لوتس اللي هو الصغنطوط ده كده، حطيت شويه برضو منه. وكان عندي برضو بسكوت لوتس مفروم حبه صغننين كده، برضو حطيت رشيت شويه، هتشوفوا دلوقتي. بس تحفه تحفه يا ولاد والله العظيم. بصوا ما بتتعملش الا في اكبر محلات في وسط البلد، والله تحفه. وسعرها بقى عالي جدا دلوقتي. احنا طبعا ايه رشدنا لما عملنا ايه زبده اللوتس طبعا على ايدينا، طبعا ايه وفرت معانا شويه حلوين، وهي على فكره نفس الطعم ونفس الطريقه وكل حاجه، هنزلها لكم ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، حطيت هنا بقى ايه الصوص بتاع اللوتس دي، هنا حطيته في قرطاس الحلواني. بصي اهو بالطريقه اللي انت شايفاها دي، بوزعها على التورتيه بتاعتي كلها. انا عايزاكم يا ولاد تعملوها وتجربوها والله العظيم. بصي ابهري ولادك وجوزك بيها، لان طعمها تعجبهم جدا وخفيفه جدا، والكيكه شاربه معانا وطعمها تحفه. ولو عايزين يا ولاد الاسبونج اليدوي، انزل لكم الطريقه بتاعته. ده سبونج جاهز، انا جايبه الدقيق جاهز. لو انتوا مش عايزين تجيبوا دقيق جاهز وتعملوه في البيت عادي اللي هو بالدقيق العادي، اقول لكم على الطريقه بتاعته، اكتبوا لي في التعليقات وانا انزلها لكم. بصوا يا حبايب قلبي، هنا بص انا رشيت هنا شويه من بسكوت اللوزز كده، كان عندي مطحون عامل زي الخرز كده اهو، رشيت شويه. بصوا اهو بسكوت اللوتس اهو، بصوا كان عندي سليم وانا بكسره. بصوا حبايب قلبي اهو، وزعت كده على الوش كله زي ما انتوا شايفين كده. يا ليله بيضه على الجمال يا ولاد والله العظيم تحفه. والريحه بتاعت البسكوت مش قادره اقول لكم وانا بكسر فيه ريحته عامله ازاي، تحفه. وانا بجيبه من عند اللي هو بتاع خامات الحلواني، لان طبعا بيبقوا شغالين ما بيتركنش حاجه عنده. فبسكوت اللوتس صابح عنده جميل، ريحته فظيعه يا جماعه، ريحته نفاذه جميل جدا. بص يا حبايبي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهكمل تاني، هرجع تاني اكمل صوص اللوتس تاني على الوش. انتوا كده تخيلتوا طعمها يا ولاد، انا عارفه الناس اللي ما عملتهاش او اول مره بتعملها تخيلتوا طعمها. من الحاجات الخفيفه والسريعه، اللي هو لو دخلتي المطبخ مش تخرجي الا بعد ما تخلصيها. ولو عندك ضيوف بقى وعملتيها بقى وحطيتيها تسقع شويه في التلاجة على الرف كده، وقطعتيها بقى وقدمتيها تحفه. انا نسيت اقطعها والله يا ولاد عشان اوريها لكم، والله نسيت في اللايف حقيقي. كنت المفروض اقطعها بس انا والله فعلا نسيت يا ولاد، معلش. شكلها تحفه في التقطيع. بصوا كان عندي بسكوت هنا صغير كده، ده بسكوت لوتس بقى صغنطوط خالص، برضو وزعته عليها كده، وحطينا كام واحده كده على الوش كده برضو. بصوا تحفه، عايزاكم تجربوها يا ولاد، على فكره هتعجبكم قوي. وبألف هنا وشفا حبايبي، ان شاء الله اعمل لكم طريقه زبده اللوتس وهنزلها لكم ان شاء الله باذن الله. الف هنا وشفا حبايبي، يلا سلام عليكم. بصوا حبايبي، انا جبت حته من التلاجة والله، كانت دخلت التلاجة بقى من بدري وكلوا منها. قلت برضه اصورها لكم عشان قلت لكم ان انا نسيت والله ايه اصور حته بعد ما قطعت يعني. معلش يا جماعه التصوير مش احلى حاجه عشان ده تصوير لايف، معلش. يلا سلام عليكم.